ايه ده؟ كاندي للخارقين؟ $500 ليه؟ وانا هجيبهم منين اصلا $500 دول؟ ماما كانت معاها. ايه ده؟ ده دولار واحد كده فاضل 490. ايه ده يا فريدة؟ مالك؟ انت بتكلمي نفسك؟ دي اتجننت ولا ايه؟ لا يا ماما مش بكلم نفسي ولا حاجة، بس انا كنت محتاجة $500. $500 مرة واحدة ليه؟ هتشتري فيلا ولا عربية؟ فيلا وعربية ايه بس يا ماما؟ هو $500 هيجيبوا فيلا وعربية؟ لا طبعا انا كنت عايزاهم عشان هعمل عمل خير كبير لأسرة فقيرة، هدخل لهم المية وهجيب لهم عفش البيت وعشان هو حصلت حريقة كبيرة في البيت فعايزة اساعدهم. يا حرام. طيب خلاص يا فريدة، انا هديهم لك بس ما تقوليش لحد. بجد يا ماما هتديهم لي؟ طبعا يا فريدة، انا ما اقدرش اتاخر عن الاعمال الخيريه ابدا. استني شويه هروح اجيب لك الفلوس ياه ماما دي سكر قوي. اعملوا لها بقى لايك عشان ماما وافقت تديني $500. اما اروح احجز بقى الكاندي. كاندي خارجين اهي. متشكره جدا يا فندم، اتفضل. اخد انهي لون بقى؟ هما كانوا بيقولوا في الارشادات بتاعت الحلوى دي ان كل لون ليه مفعول سحري خارق. اما اجرب اي لون كده. حلو الاخضر ده. ما حصليش يعني اي حاجه، يمكن هيظهر بعد شويه اما نشوف. ما قلتلش يا بنت يا حميدة انت بتحبني قد ايه؟ يا ترى قد انا ما بحبك ولا انت بتحبني اكتر شوية؟ ده انت حبيبتي يا زرزورتي. على حبيبتي ده انا نفسي اصحى من النوم الاقيكي اختفيتي من البيت انت وام عمر وابقى انا لوحدي بقى واكون الملكة. ده انت مش عايزه حد يقعد معاكي في البيت وكمان مش بتحبينا؟ ايه ده؟ هو انا عرفت ازاي هي بتفكر في ايه؟ يبقى الكاندي الخضرا دي هي اللي بتخلينا نقرا الافكار. طب والله انا اوريك يا حبيبي. ايه يا فريدة مش تاخدي بالك يا حبيبتي؟ ضربة وجعتني ده انا هموتك. معلش يا حميدة معلش، اصل انا كنت بقش الدبانة والشبشب جه فيكي وكمان عاوزة تموتيني. طب والله لو اوريكي. يبقى اللون الاخضر ده مفعوله قراءة الافكار. الله ده حلو قوي الكاندي دي. ماما انا جعانه قوي. هي المكرونه اللي في الحله دي من امتى؟ اهي لسه عاملاها النهارده يا فريده، دي طازه فريش. اغرف لك طبق. هي بقى لها 3 ايام بس لسه ما باظتش، بس انا لو قلت لها مش هترضى تاكلها. ربنا يسامحني بقى. 3 ايام؟ لا خلاص يا ماما ناكل سندوتش جبنه وخلاص. 3 ايام؟ هي البت دي عرفت منين؟ غريبه. هو البيت كله بقى بيكدب ولا ايه؟ انا مش فاهم. اما اروح اشوف فارس. بقول لك ايه يا فارس، هو انا لو وديتك الملاهي هتبقى تديني من الحاجات الحلوه الكتير اللي بتجيلك؟ طبعا يا فريده، دي فيها كلام يعني؟ هي توديني الملاهي بس وتبقى تقابلني لو خدت اي فتفوته حاجه من اللي بتجيلي. حتى انت يا فارس كل البيت بقى بيضحك على كله. شكرا يا عم زنهم. عايز اي حاجة تاني؟ لا يا ست ظريف، انت تديني 200 جنيه وجبتلك بيها الحاجة وما تبقاش ولا جنيه واحد. طيب متسكرين. يا ست ظريف البكشيش عشان احل بوجي انا والعيال. المرة الجاية يا زنهم انا مش معايا فك. الحمد لله طلعت لي مصلحة 30 جنيه من ال 200 جنيه دي. ما انا عارف الشقة دي لازم اطلع المصلحة بنفسي. يا عم زينهم يا حرامي، ده انت كل ده بتسرقنا وبتضحك علينا وانا اللي كنت فاكراك امين. بقول لك ايه يا عم زينهم، الحاجات دي ب 170 بس، فين ال 30 جنيه؟ ها 170 جنيه يا ست فريد؟ خرابة عليك يا زينهم، شكلها حسبتها يا واد. اديها الفلوس بدل ما تنفتح في العمارة كلها ومحدش يديك طلبات. تعالي
اتفضلي، انا شكلي حسبت الفلوس غلط يا ست فريد، ال 30 جنيه اهو. هو انت عرفت منين ان حساب الحاجات دي 170 جنيه مع ان انت ما تعرفيش انا جبت ايه اصلا؟ لا ده سر يا طنط ظريفة، اتفضلي الفلوس. كده عرفنا اللون الاخضر مفعوله ايه. يا ترى قولوا لنا اللون الجاي هيبقى ايه وهيبقى مفعوله ايه؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات واستنوا الحلقه الجايه. وانتهت حلقتنا النهارده، وكل واحد فيكم يقول لي بسرعه ايه اللون المفضل اللي بيحبه في الكاندي، وكمان كان سعر الكاندي كام النهارده. انا بشكر اصدقائنا مريم السيد وبسمة الجمال وسيف مصطفى وتسنيم وكنزي عاطف. ما تنسوش اعملوا لايك للحلقه دي، العلامه اللي صباعها فوق، ونشوفكم بخير.